حقق المغرب خلال السنوات الأخيرة مكتسبات سياسية دبلوماسية أمنية غير مسبوقة في ملف الصحراء المغربية. هذه المكتسبات جعلت المملكة تبدأ في تنزيل مشاريع استراتيجية عملاقة غتغير الخريطة الاقتصادية والجيوسياسية لمنطقة شمال غرب إفريقيا. أهم هذه المشاريع هي ميناء الداخلة، مشروع أنبوب الغاز المغرب نيجيريا، والطريق السريع تيزنيت الداخلة. هذه المشاريع حرص جلالة الملك على تنزيلها في أقرب الآجال لما لها من انعكاسات إيجابية على مستقبل المملكة المغربية. من خلال هذه الحلقة سنرى أهمية هذه المشاريع وكيف ستجعل من المغرب القوة الإقليمية الأولى في شمال وغرب إفريقيا. قبل ذلك ما تنسوش مشاهدي الأعزاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وخليوا لي ملاحظتكم في التعاليق. إذا مشروع ميناء الداخلة كما تعرفون الموانئ بصفة عامة هي المحرك الأول للصادرات والواردات، وتساعد الدول على الإقلاع الاقتصادي فيما تتحكم في مسيرة الاقتصاد العالمي. وما لا يعرفه الكثيرون أن هناك من الدول التي تعتمد مداخلها على الموانئ والتجارة البحرية، منها الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، واللائحة طويلة. والدليل على أهمية الموانئ في الاقتصاد العالمي هو أن 90% من البضائع تنقل بحرا، ولهذه الأسباب أصبحت المنافسة بين الدول على المستوى الإقليمي والدولي من خلال إنشاء وتطوير موانئها تقنيا، والاهتمام بالبنى التحتية والرقمنة واستخدام الذكاء الاصطناعي. والمملكة المغربية يمكن اعتبارها مركزا دوليا من خلال موانئها والموقع الجغرافي اللي تخليها تطلع على البحر الأبيض المتوسط شمالا والمحيط الأطلسي غربا. ومع إغلاق الحدود مع الجارة الشرقية أصبح المغرب مثله مثل جزيرة. هذا الواقع خلاه يقوم بتشييد عدد كبير من الموانئ، أهمها بطبيعة الحال ميناء طنجة المتوسط التي تعتبر من أكبر الموانئ في البحر الأبيض المتوسط. الآن بعد ما حسم مجموعة من الأمور في الصحراء المغربية، قرر تشييد ميناء الداخلة لعدة اعتبارات، من بينها أن العالم الآن يتجه إلى القارة السمراء، خاصة نحو الدول الأطلسية، واللي كتمتع بمجموعة من الخصائص اللي خلات الشركات العالمية تهتم بها. ميناء الداخلة كذلك غيكون قريب لأهم منطقة اقتصادية في إفريقيا اللي تتمثل في مجموعة دول غرب إفريقيا، وبالتالي غيكون نقطة عبور للتجارة الدولية من وإلى هذه المنطقة. الموقع الجغرافي للميناء اللي تيطلع على القارة الأمريكية وبالضبط على الولايات المتحدة الأمريكية، القوة الاقتصادية الأولى في العالم والمستثمر الأول في المملكة المغربية، وهذا الميناء غيكون بالنسبة لها بوابة إلى إفريقيا. هذا الميناء بطبيعة الحال محط اهتمام دول كبرى كالصين، اليابان، الهند، دول الخليج، البرازيل ودول أخرى. وللإشارة فتشييده سيتم بمواصفات عالية وحديثة. أما المشروع الاستراتيجي الثاني فهو أنبوب الغاز المغرب نيجيريا، اللي تم إطلاقه خلال زيارة الملك محمد السادس نصره الله إلى نيجيريا في 2016، ويبلغ طوله 7000 كيلومتر. الآن وصل مراحل أخيرة قبل الإنجاز، ويحظى بدعم كل الدول المعنية. هذا المشروع غيوفر الغاز لدول غرب إفريقيا، وغينقل كذلك هذه المادة الضرورية إلى أوروبا عبر المياه والأراضي المغربية. هذا المشروع العملاق غيخلق اندماج اقتصادي جديد غيشكل من دول شمال غرب إفريقيا. من إيجابياته كذلك أنه غيحقق الاستقلالية الطاقية لهذه الدول، وغيسهل نقل الكهرباء إلى الدول الإفريقية. فبالإضافة إلى ذلك فأنبوب الغاز المغرب نيجيريا سيكون بديلا للغاز الروسي والجزائري في ظل تواصل الصراع المحتدم بين الغرب وروسيا، وكذلك الهيمنة الروسية على النظام الجزائري. وترغب الدول الأوروبية في تقديم الدعم اللوجستيكي للمشروع والخبرات اللازمة لتسريع بنائه. رغبة المغرب اللي غادي يكون أكبر المستفيدين من هذا المشروع
ستقلق بدون شك بعض الأطراف لما له من أبعاد جيوسياسية زيادة على القيمة الاقتصادية اللي غيضيفها للمملكة. وهذا يدل على الدور الإقليمي الجديد اللي كيلعبوا المغرب في شمال وغرب إفريقيا. أما المشروع الاستراتيجي الثالث فيتعلق الأمر بالطريق السريع تيزنيت الداخلة اللي تعتبر من المشاريع الاستراتيجية في الأقاليم الجنوبية، ويبلغ طوله 1055 كيلومتر، وبناء ديالو وصل إلى المراحل الأخيرة. هذا المشروع سيربط أوروبا بإفريقيا وسيعزز هذه الروابط الاقتصادية والتجارية بين القارتين، وبدون شك سيساهم في نقل المنتوجات المغربية وخاصة الفلاحية منها إلى دول غرب إفريقيا. فبعد إنشاء هذه الطريق ستقلص مدة التنقل من وإلى الأقاليم الجنوبية للمملكة، كما ستؤثر بشكل إيجابي على ساكنة المنطقة، وستساهم في تطوير التنمية الاجتماعية والاقتصادية لهذا القسم الكبير من التراب الوطني. في نفس الوقت فالطريق السريع تيزنيت الداخلة سيجعل مدن الصحراء قبلة للاستثمارات الخارجية، وستتمكن الشركات العالمية من إنشاء فروع لها بهذه المدن لتسهيل عملية نقل البضائع والأشخاص إلى إفريقيا. إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة. ما تنسوش مشاهدي الأعزاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وخليوا لي ملاحظتكم في التعاليق. إلى اللقاء.